الست اللي ساكن تحتيه بتقول انا كل يوم بسمع صوت غريب جاي من شقة عمر، اكن في حاجة تقيلة بتتجرع على الارض. بس الغريب، التحقيقات اكتشفت ان عمر كان فني تشريح سابق في كلية الطب، واترفد بسبب قضايا سرقة اعضاء بشرية. الشقة كانت معمولة زي معمل صغير فيها ادوات حفظ وتشريح، وعمر ما كانش موجود، اختفى قبل ما الشرطة توصل بدقايق. الكاميرا سجلت انه خرج الساعة 2:30 بالليل. الناس ابتدت تسميه الجار رقم 7، لانه دايما بيختار الشقة رقم 7. بعد ما الشرطة فتحت الشقة ولقت الجثة في التلاجة، بدأت التحقيقات تتوسع، وأول حاجة لاحظوها إن كل المفاتيح كانت في مكانها، يعني مفيش كسر أو اقتحام، يعني اللي دخل الشقة كان هو صاحبها. المعمل الجنائي فحص التلج اللي كان في التلاجة ولقوا عليه آثار مادة كيميائية اسمها فورمالين، مادة بتستخدم في حفظ الأنسجة البشرية، وده اللي أكد إن عمر كان بيشتغل على جثة بطريقة علمية مش لمجرد القتل. وفي نفس الوقت المباحث لقت على الكمبيوتر بتاعه ملفات فيها صور لأعضاء بشرية وملف باسم التجربة رقم 7. الملف كان مقفول